السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هعمل معاكم النهارده كفته في الفرن، نشويها في الفرن كانها مشويه على الفحم. كمان هعمل معاكم طرب فيها، مش بالضروري ان اعمله على الفحم ولا حاجه. هنشوف الطريقه بتاعتنا ايه هي. انا في البدايه كده معايا كيلو لحمه مفروم. اللحمه بتاعتي لازم تكون ملبسه عشان تطلع معاكي الكفته تكون حلوه وتكون طريه. لازم تكون الكفته فيها نسبه دهون. تمام. طيب بعد كده جبت بصلتين لكل نص كيلو بصلايه، فانا عامله كيلو فهحط بصلتين في الكبه افرمهم ناعم. هاخدهم بالميه بتاعتهم واحطهم على اللحمه بتاعتي، وبعد كده هنزل عليهم بملح وفلفل ومعلقه بيكنج باودر ومعلقه صغيره سكر، وهنزل عليهم كمان ببضايه 3 معالق من النشا، ومعايا كيس توابل الجاهزه بتاعه الكفته. فضيته عليها وحطيت عليه كمان شويه بقدونس. هعجن الحاجات دي كلها مع بعض. هعجنها كويس قوي قوي لغايه لما تبقى ناعمه وتطلع خيوط من بعضها كده زي ما انت ما شايفه. تحسي ان الكفته بقت ناعمه جدا وياكي وبقت فيها خيوط. لازم تعجنيها كويس قوي عشان تديكي نتيجه كويسه جدا يعني. بعدين سبتها معايا بقى نص ساعه او ساعه الا ربع على حسب الوقت بتاعك يعني. وبعدين هجيبها بقى. جبت معايا هنا شويه ميه بصل على طماطمايه، عملتهم في الكبه، صفيتهم، حط عليهم معلقه زيت وحط عليها شويه ملح وفلفل. ودول علشان بصبع، وانا بصبع الكفته بطعم بيها. ممكن تستغني عن الخطوه دي وتحطي شويه ميه وتسمغي بيها الكفته عشان تبقى ناعمه وياكي. انا هنا هعملها على معلقه، انت هتشكليها على اي تشكيل انت عايزاه. كمان هتحكمي في الحجم بتاعها، في طولها، في حجمها، زي ما انت ما عايزه. الصينيه بتاعتي دهناها دهنه بسيطه جدا زيت، مش حاطه فيها زيت كتير لان اللحمه طبعا قلت ملبسه، فهي هتنزل كمان دهون فيها. كمان انا معايا هنا كان معايا نص منديل من المنديل بتاع الضاني اللي بيتعمل منه طرب، فهو طبعا هينزل لي كميه دهون. فانا مش عايزه احط زيت كتير في الصينيه، يعني مش عايزه احط ماده دهونيه كتير، وهتبقى تستوي من نفسها من حاجتها يعني منها فيها. خلاص كده. زي هنا ما بوريك كده تصبيع الكفته، انا بصبعها. الكفته ماسكه على المعلقه معايا، ما فيش مشكله، ما بتسيبش ولا اي حاجه، معجونه كويس ومخدومه كويس. ده بقى المنديل اللي بقول لكم عليه بتاع الضاني، منديل بتاع يعني بتاع الطرب. اخدته، خدت منه الكميه اللي انا هعملها، نزلتها في الميه اللي هي بتاعه البصل بالطماطم عشان تزود لي الطعم بتاعه يعني. وجبت حته لحمه وبعدين عملتها عليها وشكلتها شكل صوابع كده. ما تكتريش اللفات بتاعه المنديل نفسها يعني عشان يبقى ما يبقاش دسم. وهعملها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده. سهله قوي. بعدين انا مش هشويها كمان على شوايه فحم، وطبعا لو انا كان عندي شوايه فحم عندي بس انا مكسله ان انا اشغلها، فانا هحطها في الفرن عادي. هتديني نفس النتيجه، وخصوصا ان انا هعمل لها فحمه تطلع معايا نفس النتيجه. طريقتها سهله جدا وبسيطه. خلصت الكميه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفه كده. مشغله الفرن بتاعي. لازم ادخل الصينيه دي، الفرن لازم يكون سخن جدا. ما ينفعش ادخلها والفرن يكون بارد. مشغله الفرن على درجه حراره 200. هحطها في الرف اللي في النص لغايه لما تاخد اللون وتطلع طريه وشكلها جميل زي ما انت ما شايفه كده. بعد كده انت عايزه تقدميها بقى مع رز، تقدميها مع طحينه، زي ما انت ما هتشوفي كده. ويا رب الفيديو يعجبكم. سلام عليكم.